وتأكد أن حياتك هي ترجمة لأفكارك، فعدل الأفكار تتعدل السلوكيات، تعدل الأفكار يتعدل السلوك. عقلي وعقلك مثل الحديقة، ازرع فيها ما شئت، إن زرعت فيها بصل وزرعت فيها يعني حشائش طارة، والله ستجدها في حياتك مرسومة وظاهرة أمام عينيك. لكن إن زرعت فيها النباتات النافعة والورود الجميلة ستراها، لك تتفائل. وهذا مو يعني مجرد انك تسلك لنفسك مثل ما يقولون، لا، هذا يقين وايمان وعلم وصلاح في نيتك انك تتعامل بهذه الطريقه، لان الله يقول: انا عند ظن عبدي بي، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. ونبيك صلى الله عليه واله وسلم يقول لك: تفاءل بالخير تجده. ولما قال علي رضي الله تعالى عنه قولا قال: اخذنا فألك من فيك. ولما جاءه رجل اسمه حزن سماه سهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام متفائل، ويعني وهو مؤيد لا شك بالوحي، لكن علم أصحابه وعلم من بعده وعلم أمته على هذه المعاني الجليلة ويعني الرسائل العظيمة، أن الإنسان يتفائل.